السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب أمونا الغاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. قبل أي حاجة خالص وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، كله يصلي على النبي كده يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. ودعوة لماما كده ربنا يرحمها، اللهم أمين يا رب العالمين. وكمان دعوة لأهل فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم على من يعاديهم يا رب، اللهم أمين. ويا رب يرحم كل المتوفي عندهم يا رب، اللهم أمين. ويشفي كل مريض يا رب، وربنا ينصرهم يا رب، اللهم امين. حبايب قلب اموله، عايزه لايك كتير كتير على الفيديو، اللايك بقى كده والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله بنعمله هنعمله. وما تحرمش منكم جدا جدا، ولا من كومنتاتكم الجميله ولا من حبكم لينا. حبايب قلبي والله بجد انا مش عارفه اشكركم ازاي، ومش عارفه اقول لكم ايه على الحب ده كله. حقيقي انا مش عارفة اعبر عن اللي جوايا بجد بجد يعني. طبعا امبارح نزلت فيديو الجولة. بجد كلامكم يشرح القلب الحزين حقيقي. يعني انا والله مبسوطة جدا جدا بوقوفكم معايا وبوجودكم جنبي، بجد بجد انتم حاجة كده. فاخر من الاخر. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ويخليكم لينا ويبارك فيكم يا احلى عيلة في الدنيا، عيلة الحياة اجمل مع احمد وامل، وبرضه عيلة جمهورية احمد وامل. انتوا في قلبي والله. ما تحرمش منكم، ما تحرمش من انكم جبرتوا بخاطري وفرحتوني. ده اللي كان ناقصني حقيقي، ان انا يتجبر بخاطري كده على الشقة الجميلة دي. طبعا كلامكم في قلبي جدا. تعليقاتكم القمر القمر اللي زيكم في قلبي في قلبي. غير كل ده طبعا الحمد لله بفضل الله ثم فضلكم. الفيديو نزل ترند تاني. بجد مشكورين جدا، مش عارفة اقول لكم ايه، حقيقي حقيقي مش عارفة اقول لكم ايه. ربنا يسعدكم ويهنيكم لينا ويخليكم ويبارك فيكم يا رب، اللهم امين. بجد بجد انا مش عارفه اعبر عن اللي جوايا لحد دلوقتي، مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، عن حبي ليكم، عن كل حاجه انتوا بتعملوها علشاني. يعني ربنا يخليكم لينا. اللي اقدر اقوله لكم ان ربنا يخليكم لينا، وتفضلوا دايما في ظهرنا وتشجعونا كتير كتير، ونفضل بنتشجع بيكم ونفضل فخورين بيكم دايما يا رب كده، اللهم امين. طبعا بقى كده حبايب قلب اموله، ندخل في الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا ايه. وطبعا ماما فاضيه هتعمل ايه النهارده، وهنروح فين النهارده بقى يا جماعه. اول حاجه طبعا انا كنت غاسله هدوم وكده معاكم برضو، بعدين نشرتها معاكم برضو، وبعدين لميتها معاكم برضو، وبعدين اخر حاجه واخيرا طبقتها وعنتها معاكم برضو. ما اقدرش اعمل حاجه من غيركم يا جماعه والله يعني. تعرفوا عني حقيقة، تعرفوا عني كده ان انا بقدر اعمل حاجه من غيركم؟ لا طبعا ما بقدرش اعمل اي حاجه من غيركم خالص. فطبعا زي ما قلت لكم ان انا حبيت ان انا الم الهدوم بقى من على الحبل كده واطبقها الاول، علشان شقتي ما يبقاش فيها ولا غلطة، وانا طالعة مشواري ورايحة اي حاجة انا رايحاها اكون قاعدة كده ومطمنة ان شقتي ما فيهاش اي غلطة. طبعا بقى كده حبايب قلبي، ماما فادية طبعا طبخت لنا وطبخت للعروسة. فطبعا في البداية كده ربنا يا رب يسعدها ويخليها ويهنيها في حياتها يا رب وفي حياتها، اللهم امين. وما عادش يغير عليها ابدا 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 يا رب، ونشوفها كده احلى واحدة في الدنيا. طبعا بقى كده حبايب قلبي طبقت انا الهدوم كده زي ما انتم شايفين، وبعدين خلصت بقى كده تطبيق، بعدين بقى قمت وقفت كده وكملت تطبيق لان انا هبطت من القعده. بعدين بقى كده حبايب قلب اموله، لقيت هدوم احمد بقى كده اللي في الدولاب بصراحه مكركبه، يعني هي في الدولاب ومكركبه، لان طبعا احمد بيقعد بقى يدور على طقم ده عاجبني ايوه هلبسه، ده لا مش هلبسه، فينكش برضو ايه. عارفين بقى يعني الشباب بقى والكلام ده. وغير كده طبعا لازم احمد يختار يطلع كذا طقم على السرير كده، ويشوف انهي طقم احلى، والاحلى هو اللي يلبسه، وبقية اللي طلعهم كلهم بقى يدخلهم في الدولاب كده، وساعة ما بشوفه بقى يقول لي ايه ده انت شفتني. طبعا بحب ان انا احافظ على حاجتي بصراحة، بحب ان كل حاجة كده تبقى في مكانها يعني، ما بحبش الكركبة بصراحة يعني.
فطبقت هدومه كده كويس جدا، وبعدين بقى كنت يعني رصيت كل حاجة مكانها. المكان واخدة رصة كده جنب لوحدها، البناطيل وطبعا التيشيرتات بتاعته واخدة جنب لوحدها كده برضو. طبعا ابتدينا يا جماعة، وزي كل سنة زي ما بيحصل كل سنة، طبعا باجي ابص يا جماعة الاقي هدوم الشتوي كلها كلها يعني ايه متبهدله كده، واحمد جايب من هدوم الشتوي. وبعدين اجي ابص كده بعد ما اطبق هدوم الشتوي وانزلها تحت، خلاص بقى احمد بقى بيلبس شتوي. بعد ما اطبقها وانزلها تحت اجي ابص تلاقي احمد بقى ايه طلع للصيفي تاني. يعني بصوا دي شغلانه كل سنه بقى. خلاص بقى طبقت كل الهدوم وعينت هدوم انا كمان وظبطت كل حاجه. وبعدين ماما فاضيه بقى تطبخ لنا بقى وتطبخ للعروسه، وهنشوف هتطبخ ايه النهارده. هتطبخ ايه يا ماما فاضيه؟ هطبخ لكم صينيه بطاطس باللحمه. يا حلاوه يا حلاوه يا بقلاوه. عملتها ازاي ماما فاضيه؟ هنقول لكم ازاي ماما فاضيه عملتها. اول حاجه جابت حله ومليتها ميه، وبعدين نزلت بالبصله. قبل ما المية تغلى طبعا نزلت بالبصلة كده، ولما المية غلت مع البصلة كده يعني الاتنين غلوا مع بعض. بعدين بقى ايه، المية غلت وفيها البصلة تمام. بعدين نزلت باللحمة بتاعتنا مغسولة كويس جدا جدا، واثقة من غسلها. بعدين بقى كده حبايب قلبي نزلت باللحمة، ولما ابتدت تغلي يا جماعة قامت عملت ايه، طبعا طلعت شالت بقى ايه ريم على اللحمة. طبعا ما كانش عليها ريم ولا كده، شالت حاجات بسيطة كده. وبعد ما اتأكدت ان شالت اي حاجة من على اللحمة من فوق من على الوش كده، نزلت بقى طبعا ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، جنزبيل. طبعا كل ده طبعا نزلت بيه فين؟ على اللحمة بتاعتنا. بعدين بقى كده كبابة صيني برضو معانا، كبابة صيني نسيت اقول لكم، كبابة صيني ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وجنزبيل وكبابة صيني. بعدين بقى حبايب قلب اللحمة بتاعتنا كانت استوت هناك كده. بعدين بقى ماما فاضية طلعتها كده في طبق زي ما انتوا شفتوا. وطبعا ابتدت ان هي تعمل البصل بتاعنا عشان تعمل لنا البطاطس، تبقى صينية بطاطس باللحمة. ايه الحلاوة دي يا ماما فادية؟ تسلم ايدك يا ماما فادية، يا ست الكل، يا ست الناس، يا ست الناس كلهم. ربنا يا رب يبارك فيك يا ماما فادية ويطول في عمرها يا رب، اللهم امين، ويديها الصحة ويشفيها ويعافيها يا رب. طبعا يا جماعة ابتدت ان هي بقى ايه تقطع البصل كده زي ما انتم شايفين. طبعا هتعمل صينيتين زي ما قلت لكم، صينية ليها وصينية لأبلة أسماء. طبعا لقيتها بتقول كده يعني مش معنى ان بنتي سابتني ومشت كده واتجوزت وسابتني مش هتاكل من اكلي. طبعا ما ينفعش ان ابلة اسماء ما تاكلش من اكل ماما فادية، ده كله الا اكل ماما فادية، وابلة اسماء ما ينفعش تتحرم منه ابدا. طبعا ابلة اسماء طبخها جميل برضو، بس طبعا ايه ماما فادية يعني ايه ما فيش حد ما يعني ايه هي بتحب اكل ماما فادية عن اكلها بصراحة. وطبعا انا كده وكلنا كده والله، بحب اكل ماما فادية اوي عن الاكل اللي انا بطبخه، مع ان هي نفس البهارات برضو يعني. وبرضو البهارات اللي عند ابلة اسماء ماما فادية اللي عاملاها لها وطحنها لها، وهي نفسها نفس البهارات بتاعتنا. فايه يعني في سر الاكل، سر ايد ماما فادية كده في الاكل ما اقولكوش بقى. طبعا نسيت اقول لكم ادعولي، انا عندي برد يا جماعه، قمت من النوم كده في امان الله لقيت عندي برد. يلا مش مشكله حصل خير، بس اللي انا زعلانه منه ان ايلين لما بيجيلي برد على طول ايلين بتتعدى مني على طول، يعني ما فيش كلام. طبعا بقى كده حبايب قلبي نسينا ماما فاضيه عملت ايه واخدنا بعض في الكلام. طبعا اول حاجه يا جماعه جابت البصل وقشرته وغسلته كويس وقطعته بقى ايه طرنشات. بعدين فلفل وغسلته كويس وقطعته طرنشات. بطاطس وقطعتها كويس جدا وقشرتها وقطعتها كويس طرنشات. بعدين بقى ايه عمولة تاني، طبعا معانا الطماطم بقى. طبعا كل ده فردته كده في الصينية زي ما انتوا شفتوا هناك في الصينيتين هناك اللي هناك دول. بعدين جابت الطماطم وقطعتها كده وحطيتها في الخلاط. ايه الحلاوة دي يا بنتي يا أمولة؟ طبعا بقى كده هتضرب الطماطم في الخلاط. وطبعا هتبتدي بقى ايه تضرب الطماطم في الخلاط. بعد ما تضربها في الخلاط بقى ايه هتنزل على صينية البطاطس بتاعتنا. طبعا يا جماعة ماما فادية نسيت تسوي يعني تفتح لكم الكاميرا وهي بتحط البهارات. اول حاجة اللهم صل على النبي، الكهرباء جت وشكم حلو عليا. طبعا اول حاجة حطت فلفل اسمر، بهارات شوي، بهارات مشكلة، ملح، تمام، ومعاهم مكعب مرقة.
وطبعا بقى كده حبايب قلبي مع كل ده طبعا يعني ايه، في كل صينية نص معلقة توم كده خفيفة. وبعدين بقى كده ايه، هتبتدي تنزل بعصير الطماطم اللي هي عملته معانا كده زي ما انتوا شايفين، وهي هتبتدي تقلب بقى كده بس تقليبه خفيفة كده يا جماعة على في البتاع اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي، في الصينيات بتاع الصواني بتاعتنا. تمام تمام يا أمولة. قلبتها كده، وطبعا ايه كانت الطماطم تقيلة وكده، فزودت بقى ايه نقطة مية كده خفيفة زي ما انتوا شايفين. بعدين بقى كده حبايب قلبي جابت الزيت بتاعنا كده، ونقطة زيت هنا ونقطة زيت هنا. وبعدين اللحمة بتاعتنا اللي احنا طبخناها طبعا استوت يا جماعة 3/4 سوا. تمام 3/4 سوا، عشان طبعا البطاطس بتاعتنا لسه ما استوتش، الفلفل بتاعنا لسه ما استواش، البصل بتاعنا لسه ما استواش. طبعا 3/4 سوا يا جماعة عشان كله يستوى مع بعضه بقى كده في الفرن. تمام تمام يا أمولة. هتعمل كل ده طبعا حبايب قلبي، وبعد كده هتبتدي تعمل ايه يا أمولة بقى كده، يا أمولة قوليلنا. طبعا نزلت بقى كده باللحمة زي ما انتوا شايفين، وظبطتها كده في الصواني. وبعدين بقى بتفردها كده كويس، علشان طبعا تحط حاجة، يعني مثلا تحط اللحمة على الوش كده ومنها بطاطس عشان تاخد لون حلو جدا. ويكون ايه اللون بتاعها جميل ما شاء الله يا جماعة، كان لونها حلو قوي ما شاء الله، تسلم ايدك يا ماما فادية. طبعا هنا بقى كده حبايب قلبي جابت ورق سلوفان. تمام. وبعدين ابتدت ان هي تغلف تقفل بقى كده، تقفل الصواني كده زي ما انتم شايفين، تقفلها كده على تغطيها بقى كده بالورق السلوفان ده. وبعدين بقى كده حبايب قلبي دعوة حلوة من قلبكم كده بقى ايه لماما فادية بالذات، ان ربنا يخليها يا رب، تقول لكم بقى حطوا اللايك. ماما فادية نفسها بتقول لكم حطوا اللايك يا جماعة. ما ينفعش ما تحطوش اللايك، ينفع ما تحطوش اللايك لماما فادية كده، ماما فادية تزعل. طبعا بقى كده حبايب قلبي عملت كده البطاطس بتاعتنا، وقبل ما تطلع تحطها في الفرن غسلت الرز عشان طبعا تنزل تلاقي الرز ايه مطبوخ. وبعدين بقى تنزل بقى كده تلاقي يعني الصواني تبقى سخنة كده، نروح بقى نتغدينا على طول، وبعدين رحنا لأبلة أسماء على طول. ربنا يا رب يطول في عمرها كده ويخليها لينا يا رب. طبعا هنا كده قالت ايه هتعمل رز بشعرية طبعا مع صينية البطاطس الجميلة دي باللحمة يا جماعة، ما تقولوش بطاطس بس، لا ده بطاطس باللحمة. مع شوية الرز والشوربة بقى كده، الله الله على شوية الرز والشوربة دول. هاتوني بقى في اي حتة كده اقول لكم رز وشوربة يا جماعة، ما تقولوش بقى نواشف وكلام من ده، لا انا بحب الرز والشوربة. بحب كده ايه الاكل يبقى حلو كده، والله بصراحة يعني بحب الرز والشوربة. معلش تقول عن نواشف احسن من رز وشوربة. والخضار بقى كده معايا بطاطس خضار لوبيا بتاع بسلة، اي حاجة من دي طبعا ادوهاني بقى ادوني وانا ما اقولكوش لا. طبعا بقى كده حبايب قلبي ابتدينا بقى كده ايه، ابتدت الماما فاضية تحمر الشعرية كده زي ما انتوا شايفين، اخدت لون حلو كده وقمر كده زيها. وبعدين بقى نزلت بالرز بتاعنا ومعاه الملح كده، ما ننساش الملح يا جماعة، الملح ما ننساهوش. بعدين قلبت كده بقى كله مع بعضه علشان ايه الرز والشعرية كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. وبعد كده طبعا ابتدت ان هي تقلب تقلب تقلب. وبعد ما تخلص تقليب طبعا غلت مية في الكاتل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله يا ماما فادية، لهلوبة يا ماما فادية، تسلم ايدك. طبعا كانت معايرة المية اللي في الكاتل دي علشان طبعا ايه تكون عارفة المعيار وكده والرز يبقى مظبوط. طبعا هنا بقى كده حبايب قلبي بعد ما صينية البطاطس باللحمة الجميلة دي طلعت ده شكلها، قولوا رأيكم بقى كده حبايب قلبي. سلام.